هنعمل ايه في الفرخه الحلوه اللي مغسوله. بصوا فله شمعه منوره، مغسوله ومنقوعه من بدري في ملح وليمون كتير. غسلتها ودعكتها وظبطتها بس لسه ما كتفتهاش. خلوني اشوفها واوريكم هنعمل ايه. يلا نبدأ. بسم الله. خلونا نعمل كده عشان تشوفوا معايا طبق حلو جميل كده لطيف لذيذ. بصوا بقى، من عندي ده جزر مبشور اساسي، بصل مبشور برضو اساسي، عندي فلفل الوان اساسي بس مش لازم يبقى كل الالوان، مش لازم احمر واخضر واصفر، اللي موجود عندك متوفر. اخضر ماشي، احمر ماشي، اصفر ماشي، التلاته ماشي، كله ماشي. ودي معلقه كبيره من الزبيب برضو، دي مش اساسيه، متوفره ماشي، مش متوفره كنسليها. هنزل بقى بيهم كده في طبق حلو، كل الحاجات الحلوه دي اهي. وعندي طبق كده كبد وقوانص مغسوله برضو كويس بالليمون ومتقطعه حتت قطع صغيره، وبالاخص القوانص كمان متقطعه حتت بصوا صغنطوطه خالص ازاي. الكبده متقطعه اكبر شويه، بصوا الكبده متقطعه لان الكبده طبعا طريه احنا عارفين، بس خلي بس لو شويه ميه كده ولا حاجه ايه نستبعدهم. هننزل بشويه الحاجات الحلوين دول. هنزل بكوبايه واحده من الرز، وعندي طماطمايه واحده بس مبشوره، طماطمايه واحده بس مبشوره من غير طبعا لما بنبشرها القشره بتطلع. هنزل بيها طماطمايه بس تعمل لي صوص جوه الخلطه، وفي نفس الوقت ايه خلي لي الخلطه حلوه وتستوي كده وتبقى طريه. بس انا مش عايزه كتير عشان انا مش عايزه الخلطه تبقى عباره عن ميه او حمرا صلصه، مش عايزه كده. هنزل بملح. شوفي بقى التوابل، ركزي صدقوا انا عندي. استنوا بصوا المعالق الحلوه دي، خلوني اقفل الفيديو. جايباهم كل مره اعمل كده واحط. طب خلونا كده حاجه شياكه شويه. استني اوريكي الاول وبعدين اقفل الفيديو. بصوا الجمال، حلوين قوي للتوابل. نبدا، يلا بينا. عندي بهارات، هاخد معلقه، دي قد معلقه الشاي بالظبط يعني. انا هاخد معلقه واحده من البهارات، انا مش عايزه بهارات كتير. هاخد، انا حطينا شويه كزبره فانا هحط شويه كمان. كزبره مهمه قوي 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 في الخلطه دي. عندي بقى حبهان وقرنفل اهو، هنزل بس بواحدتين حبهان كمان زي ما هما كده عادي جدا يعني، مش هنطحنهم ولا اي حاجه. عندي ورق لورا، هنزل بس بكام ورقه كده. وعندي صفار زعفران، ما عنديش هحط ايه، هحط كركم، ما عنديش هحط ايه، هحط كاري. المهم حاجه تغير لي بس لون الرز، يعني حتى لو من غير طعم زي الكاري والريحه والكلام ده، ممكن بس حاجه تغير لي لون الرز، تخليه لي على اصفر. تمام. عندي بهارات الكبسه، مش اعلان بس انا بحبها جدا، هاخد منها شويه. وطبعا انا حطيت رز مصري، تقدري تشتغلي على فكره برز بسمتي مفيش مشكله، بس انا بحب بصراحه حشوه الفرخه كده بالرز المصري، بيبقى ليها طعم مختلف قوي، بيبقى حلوه قوي كمان. عندنا ايه تاني؟ ايوه، عندنا شويه زيت عشان نفلفل الرز بس كده. هقلبهم تقليبه حلوه. خلطه الريحه، لان التوابل او البهارات بتاعت الكبسه دي ريحتها رهيبه، انا بحبها قوي. خلوني اوقف البس الجلافزات ونحشي الفرخه. يلا نبدا نحشي. ماشي، معلش خلوني بقى الفرخه الحلوه صفيها بس كده ايه من الميه، مش عايزه فيها ميه خالص. الفرخه الجميله انا طبعا مغسوله، بصوا انا فاتحاها ومنضفه طبعا اي دهون جوه اي حاجات كده اللي بتتشال دي، حتى فاتحه لغايه
بصوا لغايه الورك. هنحشي البطن بتاعت الفرخه، وكمان هنحشي الصدر، والصدر بيبقى الرز اللي محشي تحتيه خطير. كمان بعد بقى ايه الجلد بتاعه كده لما يقرمش ويتحمر، هنعملها النهارده في الكيس الحراري. مفيش اسهل من كده، كوبايه رز، حبه خلطبيطه كده من اللي عندك في الثلاجه، شويه خضار، تقدري تحطي بسله لو عندك عزايم تقدري تعمليها، وكمان تقدري تحطي لحمه مفرومه. عايزه اقول حاجه، خايفه تضربوني، خايفه. كمان ممكن تحشوا الخلطه دي مع شويه جمبري. ايوه جمبري والله، هعملها لكم مره. بصوا بقى الصدر يا جماله، وهنحشي الرقبه كمان. خلوني بقى اخلص الحشو عشان يبقى عندنا وقت في الفيديو اوريها لكم بقى. احنا بنحطها في الكيس الحراري ونحطها الفرن، وكمان اوريكم اجمل واخر لقطه في الطريقه. كنت هحطها في الكيس قبل ما اوريكم، ده كيس حراري. وعلى فكره دي فرخه بلدي، ممكن تعمليها بفراخ بيضه، بس انا ما باكلش الفراخ البيضه غير مشويه او بانيه. عشان كده ما حدش يسالني، ما باكلهاش، ما بحبهاش خالص. تعالوا بقى حبه الرز، هم حبه صغنططه قوي قوي يعني، مش حاجه، بس عشان ايه فيها حبه ميه. طبعا احنا هنعتمد، احنا مليناها ونفخناها لان الرز قليل فيه خضار كتير، يعني الرز عنده مكان يتحرك فيه، ما تقلقيش. شويه الصوص الحلوين دول بالتوابل هنرميهم، هنحطهم كده بشويه الرز. طبعا ما فيهمش حبه رز يعني كتير، دي حفنه من الرز، حفنه. هنقفل. في ناس بقى بتخرم الكيس، انا ما بكرمهوش. لك احسن من فجر ما بينفجرش، صدقوني. ما عارفه انا بقول لكم ايه، ولا اي حاجه، ولا ميه تحت الكيس، ولا الهوا. اهي الصينيه اهي، وهتدخل الفرن على الرف اللي في النص حوالي من ساعه لساعه و10 15 دقيقه بالكتير قوي. ليه؟ عشان دي فرخه بلدي، هتاخد شويه سوا اكتر. الفراخ البيضه ما بتاخدش وقت في السوا، بس دي ممكن كمان توصل لساعه ونص. خليكوا بقى نشوف اخر لقطه. هنجلط وربنا هنجلط. فتحتها وطلعتها وكلته، وبكلمكم في الاخر مش بيصور. هنجلط. قلبي. بصوا الجمال، انا زعلانه. طب اعمل ايه؟ عايزه اوريكم. طيب خليني اعمل كده. قلبي. بصوا الجمال بقى، بصوا الجلد بقى، قرمشه. احلى لقطه، احلى لقطه. بصوا خلوني عشان انا بحب الورك. بصوا دايبه ربنا دايبه. يا لهوي يا لهوي. كان نفسي اوريكم شكلها. الرز استنى، بصوا استنى عشان بصوا طري، توابل، الجزر، الفلفل الالوان، الطعم مش قادره اقول لكم، اقسم بالله. خطير. باي باي.